أخي الغالي بارك الله فيك. أنا مواطن جزائري أسكن في دولة اسمها دولة الجزائر، دولة مؤسسات يحكمها قانون، فيها حكومة يمثلها رجل اسمه السيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله. هذه الدولة اللي راني متجنس بجنسيتها نتمتع فيها بحقوق كثيرة ونأدي فيها بعض الواجبات القليلة. أنا لما نوض الصباح ندي ولدي ولا بنتي للمدرسة ونروح، هذه المدرسة راهي تابعة المؤسسة تسهر عليها عيون لا تنام، يقرأ فيها ولدك من الابتدائية حتى الجامعة. في الإمارات يقراو العبد ب 400 مليون. أنا لما نهز الأهل تاعي ولا أنا ولا ولادي نتعرضوا لوعكة صحية ولا لا قدر الله، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ سائر المسلمين، نتوجه للمستشفى. المستشفى هذا راه مستشفى جزائري تابع المؤسسة الجزائرية اسمها وزارة الصحة، يسهروا عليها رجال ويسهروا عليها عيون لا تنام. أنا لما نوض نلقى الغاز والماء والتريسيتي، هذا الغاز والماء والتريسيتي راه مش صدفة، راهم يسهروا عليه عيون لا تنام. لو كان يروح تريسيتي دقيقة يرجع ولله الحمد. نفس الشيء أنا راني مداير فيديو، ما جاتني حتى ميليشيا مرتزقة، شوية من أتراك شوية سوارة شوية عراقيين شوية سودانيين يجيو يحكموني بليزار، اجونو انا ومرتي وولادي ويربجونا ومن بعد يروحوا يديماريو في دولة الجزائر. الحمد لله راني مداير فيديو، راني امن طرقات مأمنة. هذه مش هباء، هذه مؤسسة ايضا، المؤسسة العسكرية واللي تابعة لها الشرطة والجيش الى اخره، فيها عيون لا تنام. بارك الله فيك. هذه الحقوق هذه اللي راني نتمتع بها راهم يسهروا عليها رجال ولله الحمد، من الشعب والى الشعب. من الشعب، هما من الشعب يمثلوا هذه الحكومة. بطبيعة الحال راح يكون انشغالي على الرئيس تاع بلدي عبد المجيد تبون اللي غاب 20 يوم، وراح نتقلق وراح ندعي له بالحفظ وراح نفرح كي نشوفه من جديد، نفرح فرحة كبيرة. بارك الله فيك. هذا بالنسبة قضية تحية تبون. المسألة الثانية قضية غزة وقضية فلسطين ككل. أنا متأكد لو كان تتكلم مع فلسطين، وأنا عندي أصدقاء بزاف فلسطينيين صافي لونطون قبل الذي تاع 7 أكتوبر، جمعت درمان تاع البالو وجمعت 7 أكتوبر تاع السياسة وقضية فلسطين. أنا قضية فلسطين نعرفها قبل خلاص، وعندي دي زامي في فلسطين. على كل حال، لو كان تحكم أي فلسطيني تقول له راني مستعد نوقف مع القضية تاعكم وراني مستعد ندمر بلادي على جالكم، اكيد هذا الفلسطيني يقول لك لا، يقول لك هذه مش قضيتك انك تدمر بلادك على جال فلسطين، لا، يقول لك قضيتك اللي هي فلسطين انك تمضي ببلادك للامام، تقوي اقتصاد بلادك، تقوي المنظومه العسكريه تاع بلادك، طلع النيفو تاع التعليم، نقص الفساد، يولي القضاء مليح، يزيد الوعي عند الشعب الجزائري باش تقوى الجزائر وتدخل في مصاف الامم القويه. ما يجذرك راي في القائمه الرماديه والفساد ومن نتقدموا ونتطوروا باش نقدروا نخبطوا الطابله على القضيه الفلسطينيه في اي محفل من المحافل الدوليه. يقول لك لو كان تحطم بلادك راك ما تقدرش لا تحميني انا لا تحمي روحك. فاذا كانت القضيه الفلسطينيه هي التي باسمها وحطم بلدي ما هيش قضيتي، اما اذا كانت القضيه الفلسطينيه اني نبدا بنفسي ونبدا ببلادي ونقويها ونبقى قلبي على اهلنا في غزه وفلسطين، هذه قضيتي. فانا دائما نقول ماذا بيكم ما تخليكمش قضيه فلسطينيه السخانه تاع الجزائري الحر انه يسب خوه جزائري ومسلم كيفه، وقادر حتى يتعدى عليه على عرضه، قادر حتى يتعدى على ماله، قادر حتى يتعدى يفوت التعدي حتى التعدي جسدي وغيره. حق على جال قضيه فلسطينيه هيك تولي ما هيش قضيتك، لانه في قلب فلسطين اذا كان الناس يفرقوا بين فلسطين المحتله والضفه والقطاع وغيره، راهم كاين ناس فلسطينيين مسلمين يعيشوا بطبيعه الحال بجوازات سفر وبجنسيات اسرائيليه لانهم عرب بالداخل، راقدين ماكلين شاربين هانيين، يلعبوا في البالون ويلعبوا في الجوالات، راهم في المالديف، راهم في الالمان، راهم في باري، لا على بالهم فيها.
هذا ليس عذر أننا نتخلاو على القضية، لكن قضيتي ما ندمرش بلادي، قضيتي نسبش خويا الجزائري، تبقى جزائري شئت أم أبيت في هذا الوقت اللي رانا عايشين فيه. أما قضية النفير العام وجهات الطلب، هذا الكلام الفارغ اللي عاودوه الولاد الصغار، وانا تبان راك 18 سنه مازلت ما تعرف صباحك مليح. الان يا اخي نحاول نختصرها لك ونتمنى تفهم المستوى اللي راني نهضر لك به. الان يا حبيبي الغالي، دولتك الجزائر، حنا قلنا باللي دولة قانون، دولة مؤسسات يحكمها قانون. دولتك الجزائر كغيرها من الدول العربيه والغير عربيه، الاسلاميه والغير اسلاميه، تخضع لشيء اسمه وثيقه الامم المتحده، قانون دولي. هذه نقطة، خاصة الدول اللي عندها اقتصاد ضعيف ومنظومة عسكرية ضعيفة إلى آخره، عموما الدول العربية وغيرها تخضع القانون الدولي، راك عايش في وسط الدول. هذا الكلام اللي تهضر فيه الدستور تاع الدولة تاعك والقانون تاع الدولة تاعك يمنع هذا الكلام، هذا يعتبر جريمة، هذا يعتبر جناية الهضرة اللي راك تهضر فيها في الدولة تاعك وحتى خارج الدولة تاعك. ما كان حتى دولة تقدر تعلن واش راك تقول انت النفير العام والجهاد، nothing، ما كانش، انسى، ما كان حتى دولة. لانك لو كان تروح تشوف الاتفاقيات تاع السلام اللي مصادقة عليها فلسطين نفسها، السلطة الفلسطينية، اوسلو 1 واوسلو 2، اللي بموجبها يعترفوا بدولة اسرائيل، وتشوف كام ديفيد مع مصر اللي بموجبها يعترفوا بدولة اسرائيل، وتشوف تاع وادي عربة مع الأردن اللي بموجبها يعترفوا بدولة إسرائيل، وتشوف المفاهمات اللي بينها وبين سوريا أيضا، والتطبيع اللي صار عند دولة المغرب والإمارات وقطر وغيره، تعرف أمور. وتزيد تشوف القانون الدولي اللي يمنع أي تدخل عسكري خارج أراضيك إلا بقرار أممي، قرار أممي، قرار أممي، باش يعطيوك قرار أممي باش تتدخل في إسرائيل. هذا ضرب من الجنون وضرب من الخيال. يعني ما تتوقع حتى دولة تقدر تخرج بجيشها خارج الحدود تاعها وتضرب خارج الحدود تاعها، لأنهم أولا راح يفرضوا عليها عقوبات، راح نوليو في البلاك ليست كي إيران، راح يتقفل علينا كلش، الدينار يتراجع، تضخم، البطالة، الناس تعيش كارطابلات، نوليو الميليشيات، ندخلوا في بعضنا بالعقوبات الاقتصادية، ومن بعد لا قدر الله يدخلوا عليك بالهضره الاخرى. نسال الله السلامه والعافيه. وهذا ما يمنع منه حتى واحد الا اللي عنده القوه. عندك القوه ما عندكش الزم الصف مؤقتا. انا نعطيك مثال اخير نتمنى تفهمني. اسرائيل لما كانت تضرب في ايران الايام الماضيه، وحنا عجبتنا الضربه تاع ايران على تل ابيب، دات الطريق اللي هي العراق سوريا مباشره الى طهران، ما عداتش على الاردن. برشا ناس قالوا عدات على الاردن، ما عدات لا والو. الاردن ما دامها قائمه وعندها حكومه ودوله المؤسسات رفضت، لا قفلت الجو تاعها، المجال الجوي تاعها على اسرائيل. واسمع من عند عمك الهضره اللي نهضرها لك، متاكد راني عندي مصادر موثوقه، وقفلت الجو تاعها على ايران. والشائعات كل اللي قالوا عداو ما عداوش، لانه اسرائيل اصلا ما تحتاجش تعدي الاردن، لانها راح يكلفها وقت كثر والاموال كثر. تعدي على العراق وسوريا ما يكلفهاش وقت وتكون اقرب. لماذا؟ لانه العراق بطبيعه الحال ما عندهاش منظومات دفاعيه جويه، واصلا حاكمها الجيش الامريكي. وسوريا نفس الشيء، دمرتها اسرائيل، دمرت لها البنيه التحتيه تاعها لما سقط النظام تاع بشار، فولات حمام بلا كله، ما كانش حتى كله مجبال. عادوا يعديو على المجال الجوي تاعهم ويرجعوا، وكيما عبوا يضربوا دمشق دخلوا ضربوا وخرجوا، ما كانش دفاعات جويه. نسال الله ان يحفظ اوطاننا وسائر اوطان المسلمين. لازم ما توليش كيما الدول هذوك وتقول لي القضيه تاعي قضيه فلسطينيه. كلمه الجهاد وكلمه النفير العام وجهاد الطلب هذا من ديننا، حتى ان بعض الفقهاء عدوه ركن سادس. لكن بهذا الضعف اللي رانا فيه، وبهذا القوانين اللي راه الدوله تاعك خضعت لها، هذا كلام فارغ. انا الاهتمام تاعي لحكومتي المعروفه، مش الحكومات تاع الغرف المغلقه وبعض الناس اللي مش معروفين وبعض الاسماء اللي مش معروفين. نتمنى تكون فهمتوا. السلام عليكم.